يلتقي فريق الإسماعيلي مع فريق نادي إنبي في 5 مساء اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياتهما في كأس عاصمة مصر. ويسعى تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي في قيادة الدراويش لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث لإنهاء الموسم بشكل قوي لإسعاد جماهير الإسماعيلي. ويعاني الإسماعيلي من غيابات كثيرة، وهي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومي وعماد حمدي وكمال السيد وأحمد الشيخ ومحمد حسن بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب، وهشام محمد وعبد الله محمد وخالد النبريسي وحاتم سكر للإصابة. في المقابل يأمل حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي في مواصلة نتائجه الرائعة باستثناء خسارتي نصف النهائي والفوز على الإسماعيلي وتحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر. ونجح حمزة الجمل في قيادة الفريق البترولي إلى بر الأمان في جدول ترتيب الدوري بعدما ابتعد عن مراكز الهبوط قبل إلغائه وتقديم أداء مميز منذ قيادة الفريق. وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 25 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أي نادي يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 مليون، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون. وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، فيما نجح فريق مودرن سبورت في تحقيق لقب النسخة الأولى.